جالي تليفون الساعه 11 بالليل، لقيت واحده بتكلمني وبتقول لي الحقني. المباحث جت فتشت البيت وما لقيتش اي حاجه، وقاموا واخدين ابني ونازلين وقالوا لي ساعه وهنجيبهولك. والكلام ده بقاله اكتر من 3 ساعات وانا خايفه على الواد لحسن يعملوا فيه حاجه. وبالفعل عرفت ان الواد بيشيل دلوقتي قضيه بودره، ولكن الواد اتمسك من غير احراز وتم القبض عليه وتفتيش مسكنه بدون اذن من الجهه المختصه اللي هي النيابه العامه. طبعا اللي حصل ده انتهاك قانوني ودستوري لا يغتفر. ولما عرفت ان في كاميرات في الشارع مصوره الواقعه ومصوره المباحث وهي داخله البيت وهي طالعه من البيت معاها الولد، قلت لها في ثانيه يكون معاكي فلاشه عليها الواقعه دي من غير ما اي حد يعرف، واقول لكم في الاخر ليه. ولكن قابلنا مشكله صعبه جدا، الا وهي عايزين نثبت ان الواد دلوقتي موجود في الاسم وتحت حوزه المباحث بطريقه رسميه، عشان لو عوزنا بعد كده نستخرج منها صوره طبق الاصل نقدر. طبعا مفيش اي لا فاكسات لا اماكن فيها فاكسات ولا تلغرافات من السنترال فاتحين، لان الوقت متاخر. مفيش قدامنا حل غير حل واحد بس، الا وهو ان احنا نعمل اشاره نجده. اشاره النجده، اتصلنا باشاره النجده وقلنا لهم ان في ناس انتحلت صفه المباحث وجم فتشوا البيت بتاعنا واخدوا ابني ومشوا، واحنا ما نعرفش هم مباحث ولا مش مباحث، ولذلك احنا بنعلن وبنتصل بانتحال الاشخاص دول لصفه المباحث. فبالتالي الطرف الثاني بتاع النجده اللي انا ببلغه بيكتب البيانات دي، بيكتب اولا رقم التليفون، ثانيا مضمون الشكوى، ثالثا الوقت بالظبط بالدقائق والتاريخ اللي انا اتصلت بيه. وبالفعل كان اتصال النجده هو سبب براءة الولد، وتم براءة الولد المتهم من الاتهام المنسوب اليه قدام المحكمة بعد ما استخرجنا صورة طبق الاصل من بلاغ النجدة ومن الكلام اللي احنا اثبتناه، لان بلاغ النجدة كان ثابت فيه ان احنا بلغنا قبل ما ضابط الواقعة او ضابط المباحث يطلع اذن النيابة العامة اللي بيبقى مكتوب وقته وتاريخه. كان الوقت بتاعنا احنا اثبت، ولذلك اثبتنا قدام المحكمة ان الولد كان في حوزه المباحث او تحت ايد ضابط المباحث قبل ما يطلع اذن النيابه العامه، ودي مصيبه كبيره جدا. هل بعد ما خدنا البراءه في قضيه الهيروين دي سكتنا؟ لا طبعا. تعالوا اقول لكم عملنا ايه.